كلمتين للبنت اللي تم التعدي عليها في الأتوبيس وهي ماشية. أنا عايزة أسأل سؤال واحد بس، يا سيدي هي لابسة وحش، هي واحدة مش كويسة أصلا، وأنت الأخلاق والشفة والعرق والشرف بتفوح منك ما شاء الله تبارك الله. أنت مالك؟ مادام أنت العفة والشرف بتبوق، يعني خلاص بقى بتفوح من كل حتة فيك، انت مالك؟ انا اعرف اللي يدعي الشفة، اللي يدعي العفة والشرف يبقى شريف حتى في لسانه، يقفل بقه. لكن كون ان انت توصلت ان انت تبص لها وقرفان من منظرها ايا كان هي عامله ايه في نفسها، ما تخليك محترم زي ما انت بتقول، وحط لسانك ده في بقك وقول في سرك الحمد لله الذي عافانا مما ابتلي به غيرنا. ما تبقاش تديها نظرة وحشة ولا كلمة وحشة وتيجي بعد كده تقول بص انتي لابسة ايه، بص انتي عاملة في نفسك ايه اصلا، ايه اللي انتي لابسة ده، ايه الملزق والمحزق ده. اللي انت قلته ده اكبر دليل على تحرشك اللفظي بها. انت داينت نفسك على الرغم ان هي صوتها كان عالي وبتقولك انا هفضحك في كل حتة، وانتوا يا رجالة قاعدين محدش ينقذني ولا حد يتكلم. دي عمرها ما كانت اخلاقنا حضراتكم. الفيديو ده عشان دي عمرها ما كانت اخلاق المصريين بالمره. لو كان في راجل بجد في العربيه دي او في الاتوبيس ده كان قام عرف الولد ده شغله كويس قوي. بعيدا عن ان حكومه بلدنا انا 100% متاكده هتتفحص الفيديو وهيشرفوا في وزاره الداخليه كل من اساء لهذه الفتاه، لان مش من حقك تحاسب بنت على طريقة لبسها ولا على اسلوبها. حاسب نفسك انت الاول. لو كانت دي اختك او امك او بنتك ما كنتش ابدا هتتمنى ان حد يكلمها كده، كنت هتاخدها البيت تربيها بكل حب وبكل حنية حتى لو هتموتها في البيت. بس كنت في الشارع مش هتسمح لحد من دول يتطاول عليها. اتحدى، دي طبيعة الراجل. انت بقى لو قبلت كده دي حاجة ترجع لك انت بقى، في عداد حاجة تانية مش هنتكلم فيها، بتكلم عن الراجل. ابوكي وامك سمحوا لك تنزلي كده ازاي؟ مش شغلك، مالكش دعوة. ربي نفسك، ربي لسانك. انت لو كنت في عصر الصحابة، هل كانوا هيسمحوا ان يسمحوا لك تقول كلمة كده؟ فلتقل خيرا فلتصمت. ما قلتش خير اسكت، ادعي لها في سرك. واضعف الايمان اللي مش قادر يعمل حاجه يغيره بقلبه، يدعي لها يدعي لها. لو هي وحشه انا ما اعرفش هي ايه البنت، ممكن البنت تبقى كويسه جدا، ممكن تبقى على خلق، احنا ملناش دعوه. احنا مش نازلين نحاسب بعض ولا نربي بعض، نربي نفسك انت الاول. لو انت كنت محترم ما كنتش سمحت لهذا الموقف ان هو يحدث. قلت من نفسك، خليت واحده ست تتطاول عليك، يبقى انت راجل مش كويس، راجل مش محترم. افتكرت ان كل العربية عشان الرجالة وقفوا معاك فانت موقفك تمام؟ خدعوك فقالوا حضرتك، خدعوك فقالوا. نظراتك ليها وطريقة تهجمك عليها ومد ايدك عليها لا يفسد للود قضية. كلنا متعاطفين مع البنت حتى لو هي مش كويسة، لان انت لو راجل بجد كنت رحمتها، كنت رحمت عجزها. في الاخر هي امرأة، لكن انت تعاطفت واخدك الموقف مع الرجاله او اشباه الرجال الذين كانوا حواليك. لان الرجاله اللي بجد بجد ما يسمحوش للمهزله تحصل. كانوا سكتوك، كانوا قالوا لك اقعد اقعد، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. انا ما اعرفش الموقف كان داير عليه من الاول، بس واضح ان انت لما قلت لها ايه اللي انت لابساه ده، واضح ان انت كنت بتبص لها من فوق لتحت، ولما الموضوع ما جاش على هوا سيادتك قمت رميها بالكلام او رميها بالباطل. مالكش دعوة. ما تعلقوش امراضكم النفسية وجرايمكم ومشاكلكم على فلان اصل هو استفزني،
اصل هو بص مش لابسه كويس. ليه بنتعاطف مع المتحرش؟ ليه بنتعاطف مع الحرامي؟ ليه بنتعاطف مع القاتل؟ مجرمين. ما تتعاطفوش. ما تقولوش اصل لا، مش كلنا معرضين للغلط، في حاجه اسمها عقل. انا من البدايه لو كنت قاعد محترم في حالي ما كانش البنت دي وصلت انها تعمل معايا كده. هتقولي اصل انت واحده ست بتدافع عن الستات. هدافع عن الستات عشان الست ضعيفه. وما دافعش عن الستات ليه؟ ولو الراجل ده ليه حق ياخده. لكن هو غلط نفسه بنفسه لما قال لها ايه اللي انت لابساه ده؟ انت ازاي تكسر من نفسها كده؟ وحتى لو هي لابسه مش كويس، قلت لك اضعف الايمان تغيره بقلبك، تدعي لها في سرك. حط بقك او حط لسانك في بقك حضرتك. انت مش لازم تربيها. ربي نفسك الاول، احترم نفسك الاول، واقعد في بيتكم ما تتكلمش. انزل روح شوف شغلك اللي كنت رايحه، ولا شوف كنت رايح فين. انت مش لازم تربي الناس. انت كده بقى نازل تعمل حاجات تانية وانت فاهم كويس. عايزه اسمع رايكم في الواقعه دي. تحياتي، كنت معاكم داليا ناصر.